بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نهاركم سعيد يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين النهارده بقى هعمل معاكم شويه كبده مشوحين كده مع شويه مكرونه، واقول لكم ازاي هنسلق الفرخه للست الوالده او المدام، يعني الوالده الوضعه يعني. ازاي بنعمل الفرخه المسلوقه بقى بتاعتها يعني كده، نظبطها ونشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين الكبده جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو صغير كده، يعني على طول كان الفيديو مركون عندي على الاستوديو، قلت بقى ايه مفيش فايده بقى نطلع الفيديوهات المركونه يعني. زي ما انتم شايفين طبعا حضرنا شويه من الزيت، وهننزل بمكعب من الزبده. لو ما عندناش حته ليا، لو في حته ليا طبعا هيبقى افضل. طبعا زي ما انتم شايفين كده هننزل بقى بالكبده بتاعتنا، ندي صدمه كده. طبعا الكبده البلدي بقى احنا بنغسلها بالليمون. انا ما بغسلهاش، يعني بغسلها بالليمون كده واصفيها تمام. وزي ما انتم شايفين نزلت طبعا بقى فلفل اسمر وشويه توابل اللحمه كده، مع شويه كزبره، شويه ملح، وابتدينا طبعا نشوحها. وانا في التشويح بتاعها انا ما بتكش عليها، يعني يا دوبك تغير لونها، اضيف الفلفل تغلي غلوه كمان او تتقلب تقليبه كمان، وبطفي عليها عشان انا مش عايزاها تنشف. لما بتنشف بيبقى لها طعم مختلف، يعني مش حلو خالص يعني. تمام. وكمان الفوائد بتاعتها بتقل، يعني لازم احنا بنشوحها نص تشويحه كده زي ما اهالينا كانوا بيقولوا زمان يعني. تمام. وزي ما انتم شايفين طبعا قلبتها كويس كده زي ما غيرت لونها، وننزل طبعا بالفلفل بتاعنا الجميل، وطبعا فلفل الوان بقى سبايسي على رومي. وزي ما انتم شايفين هنعمل بقى صلصه المكرونه. طبعا انا فرمت كله مع بعضه كده، الثومه مع البصله مع قرن فلفل احمر في الكبه، ونزلت بشويه زيت ويا دوبك يتبالوا معانا. هنزل بصلصه الطماطم، هضيف معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه كمون، شويه بس يعني. تمام. وطبعا هنسيبها تتسبك. هنا طبعا هنسلق المكرونه طبعا حبيت اعمل مكرونه سباكيتي، انا بحب اكسرها يعني، مش بحب احطها سليمه. طبعا غلت الميه، نزلنا بمعلقه ملح، ونزلنا بشويه زيت كده. تمام. وهنبتدي نكسر المكرونه كده بايدينا على طول، هوب كده. احنا يعني هقول لكم ايه، بس سريعه بالسريع زي ما بيقولوا. المهم بقى ايه، فطبعا الصلصه اتعملت معانا، ونبتدي نقلب المكرونه. كان ابويا الله يرحمه يقول لي سريعه بالسريع يعني، عشان كانوا يلاقوا الاكل اتعمل بسرعه يعني. وزوجي برضو كان يقول لي يا اسرع ستي تعمل اكل يعني، الحمد لله. الله يرحمه يا رب. المهم طبعا هنا بقى هنعمل بقى الفرخه بتاعت الوالده. انا بنتي والده، قبل ما تفرحوا باولادكم. طبعا فيديو قديم يعني، الحمد لله. نزلنا بمعلقتين سمنه بلدي. طبعا بقى فرخه الوالده دي لازم تكون دسمه كده عشان ترم عظمها. طبعا الفراخ شامورتي، الفرخه مثلا 2 كيلو شامورتي حلوه للست الوالده، يعني طعمها بيبقى مسكر كده وخفيفه في الاكل. تمام. طبعا شوحتها تشويحه زي ما انتم شايفين كده. تمام. من هنا ومن هنا لما شمعت من ناحيتين، هبتدي طبعا انزل بالبوكيه الجرنيه بتاعنا اللي عباره عن بصل، جزر وطماطم. تمام. زي ما انتم شايفين كده. انا كنت بتحايل على الحله، هنا الحله ضيقه يعني. المهم فطبعا شوحتها، ونزلت طبعا بالجزر والطماطم والبصل، وهنضيف طبعا فلفل اسمر. وكانش بقى في الوقت ده عندي لوري، انا كان عندي توابل مطحونه يعني، حبان مطحون ولوري مطحون، فضفت عليها. تمام. وابتديت انزل بميه سخنه واسيبها بقى طبعا تتسلق تماما، تبقى طريه خالص، عشان الجرح طبعا بتاع الولاده وكده. انتوا عارفين مش عايزين البنات طبعا يجيلها امساك او كده يعني. تمام. آه فطبعا هنا بقى بنغرف الاكل بتاعنا. طبعا بقى زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الكبده لذيذه جدا. حبايبي واخواتي، ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.